خلينا نعرف الأول إيه هي مكونات الدايموند ريكتا. الدايموند ريكتا يا جماعة هو واحد من الأدوية اللي بقت حديث الناس في علاج مشاكل الرجالة، وده لأنه بيعتمد على مادة فعالة اسمها تدالافيل. المادة دي بتمثل طفرة في الأدوية اللي بتحسن تدفق الدم وبتساعد في حل مشاكل كتير مرتبطة بالصحة الجنسية وأعراض البروستاتا. المادة دي بتشتغل إزاي؟ التدالافيل دي مادة بتنتمي لفئة من الأدوية معروفة باسم الفوسفودايستريز انهبيتورز أو مثبطات إنزيم الفوسفودايستريز. بيشتغل على إرخاء عضلات الأوعية الدموية، وده بيسمح للدم بالوصول بشكل أفضل لمناطق معينة في الجسم. ومع أي تحفيز جنسي طبيعي المادة دي بتزود ضخ الدم للعضو الذكري، وده بيساعد مش بس في حدوث الانصاب، لا ده كمان بيحافظ عليه لمدة كافية عشان العلاقة تتم بشكل مرضي. الموضوع مش بس عن الأداء الجنسي، ولكن التدافين بيكون ليه دور كبير في إرخاء العضلات الملساء اللي موجودة في البروستاتا والمثانة، وده معناه إنه بيخفف الأعراض اللي بتواجه الرجالة اللي بيعانوا من تضخم البروستاتا الحميد، زي صعوبة التبول أو الشعور المستمر بالحاجة لدخول الحمام. الدايموند ريكتا بينزل بتركيزين: 5 مللي جرام ودي الجرعة اليومية، وغالبا بتتكتب للرجالة اللي بيعانوا من تضخم البروستاتا، و20 مللي جرام ودي الجرعة اللي بتتاخد عند اللزوم قبل العلاقة بوقت كافي. طيب يا دكتور، لو جينا نسأل إيه هي دواعي استعمال الدايموند ريكتا؟ الدايموند ريكتا بنوصفه لعلاج 3 حالات مهمة. أول حاجة لعلاج ضعف الانتصاب عند الرجالة. لو في مشكلة في تحقيق واستمرار الانتصاب بالشكل المطلوب فالدايموند ريكتا بيكون الحل، لأنه بيزود تدفق الدم للعضو الذكري مع التحفيز الجنسي. كمان بيوصف لعلاج تضخم البروستاتا الحميد للرجالة اللي بيعانوا من أعراض زي صعوبة التبول أو التبول المتكرر أو الشعور بعدم التفريغ الكامل بعد التبول. فالدايموند ريكتا بيساعد في إرخاء عضلات البروستاتا والمثانة، وده بيخفف الأعراض بشكل كبير. كمان بنوصفه لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، ودي حالة بتسبب ضغط عالي على الشرايين اللي بتوصل الدم للرئة. فالدايموند ريكتا بيساعد في توسيع الأوعية الدموية وتقليل الضغط، وبالتالي تحسين ضخ الدم وتقليل الحمل على القلب. باختصار الدايموند ريكتا مش مجرد دواء لعلاج ضعف الانتصاب، لكنه كمان بيشتغل على تحسين مشاكل البروستاتا وأعراض ارتفاع الضغط الشرياني الرئوي، يعني حل شامل لكتير من المشاكل اللي بتواجه الرجالة. طيب يا دكتور، خلينا نتكلم بصراحة، إيه هي الأعراض الجانبية أو أضرار استعمال الدايموند ريكتا؟ زي أي دواء، استعمال الدايموند ريكتا ممكن يسبب شوية أعراض جانبية لبعض الناس، ودي ممكن تكون بسيطة وتعدي، ولكن برضه لازم نبقى عارفينها. زي الصداع، وده أشهر عرض جانبي وكتير من الناس ممكن يشتكوا منه بعد استخدام الدواء. الغثيان أو القيء مع الشعور بالدوخة، في ناس ممكن تحس شوية بعدم ارتياح أو دوار خفيف. كمان الشعور بالإعياء، بعض المستخدمين ممكن يحسوا إن طاقتهم أقل من المعتاد. كمان هبات ساخنة واحمرار في الوجه أو الرقبة، والإحساس ده بيظهر عند ناس معينة وبيبقى مرتبط بتوسيع الأوعية الدموية. كمان عسر الهضم أو اضطرابات في المعدة، شعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي ممكن يحصل لبعض الناس. كمان انسداد في الأنف، ودي مشكلة بسيطة ممكن تظهر عند بعض الناس وبتسبب شعور مزعج. كمان ممكن يسبب آلام في العضلات خصوصا في منطقة الظهر، وده بيكون من ضمن الأعراض الجانبية. كمان مشاكل بصرية زي التشويش أو تغير في لون الرؤية، زي إن الألوان تظهر بشكل مختلف أو مشوشة، وده عرض نادر جدا ولكنه ممكن يحصل. نصيحة مهمة: لو الأعراض دي حصلت وكانت شديدة أو مستمرة لفترة طويلة، أو في حال ظهرت علامات تحسس شديدة زي تورم الوجه أو اللسان أو صعوبة التنفس أو الحكة الجلدية الشديدة، أو في حالة استمر الانتصاب لمدة بتزيد عن 4 ساعات، فلازم توقف الدايموند ريكتا وتراجع الطبيب فورا. طب هل يا دكتور بقى في ناس ممنوعة من استعمال الدايموند ريكتا؟ أيوه طبعا، وده في حالة التحسس المفرط تجاه أي مكون من مكونات الدواء. وفي بقى حاجات لازم تاخد بالك منها قبل ما تاخد الدواء وتستشير الطبيب المعالج قبل الاستعمال، زي مثلا الناس اللي عندها أمراض في القلب أو اضطراب في معدل ضربات القلب، الأزمات القلبية أو السكتات الدماغية، الذبحات الصدرية، اعتلال الكلى أو الكبد، فقدان الرؤية أو أمراض العين، أمراض الدم، تشوهات العضو الذكري، وكمان في حالة وجود قرح في المعدة. طيب يا دكتور، أنت عرفتنا كل التفاصيل ما عدا أهم حاجة، وهي جرعة الدايموند ريكتا أراس وإزاي بنستعمله. والله الجرعة بتختلف على حسب الحالة. يعني مثلا لعلاج حالات ضعف الانتصاب فالجرعة بتكون 10 مللي جرام قبل العلاقة بحوالي 30 إلى 60 دقيقة، وممكن نرفع الجرعة ل 20 مللي جرام أو نخفض الجرعة لحد 5 مللي جرام، وده طبعا بيكون راجع لاستجابة وحالة المريض. أما في حالة وصفها لتخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد فالجرعة بتكون من 2.5 ل 5 مللي جرام مرة واحدة يوميا باستمرار. أما لو تصفها لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي فالجرعة بتكون من 20 لحد 40 مللي جرام مرة يوميا. وخد بالك إنه في حالات اعتلال الكلى أو الكبد بنقلل الجرعة وبتكون ما بين 10 لحد 20 مللي جرام يوميا. طيب يا دكتور، لو أنا دورت على الدايموند ريكتا ومش لقيته، هل في بدائل بنفس المواد الفعالة؟ أيوه طبعا، في بدائل كتيرة بنفس المواد الفعالة، زي السيالس، السايلونج، السيبالافيل، ريكتاليز، سنافي، ساركوبريكس، تادالونج، وتادا نيرفي، ودي بتكون في صورة أفلام، واللي يمشي على الدايموند ريكتا يمشي عليهم.